النهاردة هنعمل من روس السمك دي طبق شوربة لذيذ جدا. الروس بتاعت السمك احنا لما بنيجي بنعمل سمك بلطي او اي سمك، احنا بنحطها في دقيق وبنحطها في الزيت وبتاخد زيت كتير، وفي نفس الوقت محدش بياكلها طبعا، بتترمي. احنا هنعمل منها طبق شوربة لذيذ جدا. بنجيب السمكة، طبعا احنا السمك ده نضفناه وتومناها وكأننا خلاص احنا فعلا هنقليها. بس انا هاخد الروز دي هعمل منها طبق شوربة حلو جدا، وهو بيعملوه في المحلات، يعني بيعملوا شوربة السمك بروس الاسماك والجمبري. قطعنا روس السمك كده زي ما احنا شايفين. هنجيب معلقة زيت، طبعا هو ما بينفعش الا بالزيت، ما ينفعش بالسمنة خالص السمك. هنروح جايبين بصلة هنقطعها، لان احنا هنعملها بالبصل الابيض، يعني بالبصل مش اللي هو لونه احمر ولا ابيض، لا، البصلة يعني هتبقى بيضة، مش لا تحمر ولا تصفر حتى، يا دوبك هتاخد تشويحة بس في الزيت. هنقطعها كده لان انا بحب جربوها كده، البصلة بتبقى في الشوربة بتبقى جميلة جدا. حتى بحط لها بصل كتير جدا في الشوربة، لكن انتي لو عايزة تشربي شوربة بس كده ممكن هتصفي كل ده وهتبقى شوربة صافي بس. بعد ما هنقطع البصلة بنحط لها شوية ملح، شوية كمون، سنة فلفل اسود. ما تكتريش بهارات علشان يبقى طعم السمك هو اللي باين في الشوربة يعني. طبعا انا مش باكد، انا باكد فعلا على نظافة السمك، وان انت بتبقي غسلاه الاول خالص بالليمون والملح ونضيفه ومطوماه وكل حاجة، يعني هو كده واخد التتبيلة بتاعته كاملة، اللي هو تتبيلة السمك، كمون وليمون وملح وكل حاجة. بس احنا هنا هنحط حاجات بسيطة جدا من الكمون، هنحط فلفل اسود، هنحط برضو ملح حاجة بسيطة، لان احنا كنا يعني محيقين السمك قبل كده، فهنحط حاجات بسيطة جدا علشان ايه الحياء ما يزيدش وما يعلاش معانا. فص توم برضو زي ما هو صحيح كده، لان احنا كنا طبعا متومين السمك لان خلاص كنا هنقليه، فهو بيبقى جاهز، يعني انت بتقطعيه بعد ما بيبقى جاهز خالص من التتبيله بتاعته. بتروحي مشوحاها كده في الزيت. طبعا نحرص ان البصله ما تصفرش حتى، يعني يا دوبك تدبل بس بسيط كده، وهنروح حاطين المقدار بتاع الميه اللي احنا عايزينه على حسب كميه روس السمك اللي احنا حاطينه. يعني انا هنا كان روس دي بتاعت كيلو سمك، فروحت حاطه كوبايه واحده شوب كبير ميه، يعني على قد طبق واحد. عايزه تزودي زودي على حسب الايه الكميه اللي انت عايزاها. وهنروح مغطيينها حوالي 7 دقايق بالظبط هتكون استوت. انت عايزه بقى تصفي بعد كده السمك بالشوربه دي من البصل والروس، صفيها. انا بطلع الروس وبسيب بسيب البصلة، بتبقى طعمها لذيذ جدا جدا جدا. جربي كده الطريقة دي، واتمنى ان وصفاتنا تعجبكم، والسلام عليكم.